بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد عثمان. أنا عايش هنا هون في كاليفورنيا بقالي 20 سنة في أمريكا، وولاية كاليفورنيا بتعتبر من أغنى الولايات اللي موجودة في أمريكا، لدرجة إنها بتعتبر الاقتصاد رقم 7 على العالم، أو اقتصادها يعادل اقتصاد فرنسا من حيث القوة الاقتصادية. هشرح لكم في فيديوهات كتيرة الحياة هنا هو شكلها ايه، والايجارات والاكل والشرب والمينيمم ويج اللي هو بداية الاجر كام، وهنا بيعتبر من اعلى الاجور، وفي نفس الوقت هي من اعلى الدخول اللي موجودة من ضمن الولايات ال50 اللي موجودة في امريكا. هعمل لكم فيديوهات منفصلة عن الكلام ده كله. انا هنا في مدينة اناهايم، ومدينة أناهايم بتعتبر في جنوب كاليفورنيا في مقاطعة اسمها أورنج كاوني. أناهايم مدينة سياحية مليانة فنادق، لأنها فيها الديزني لاند، وطبعا الكل عارف الديزني لاند إن هي رقم 1 في العالم. هو في 3، في واحدة في سنغافورة، وفي واحدة في فرنسا، وفي واحدة في فلوريدا، فلوريدا وكاليفورنيا وفرنسا، بس الطب بتاعتهم اللي هي بتاعت كاليفورنيا، لأن دي أول واحدة اتعملت. الطاقة الاستيعابية بتاعتها كفول كاباسيتي بتوصل ل75,000 زائر يومي، فده رقم رهيب، لان بيجيها ناس من اوروبا، من اسيا، من امريكا اللاتينيه، من داخل الولايات الامريكيه بيجيها ناس كتير جدا. ف بتعتبر يعني من المدن السياحيه الكبيره جدا داخل الجنوب الامريكي. وكمان يعني احنا قريبين جدا من سان دييغو، وبعد سان دييغو بتخش على الحدود المكسيكيه، دوله المكسيك. زي ما احنا شايفين هنا هو الشوارع نظيفة جدا، وزي ما انتم شايفين المرور في منتهى النظام والدقة. كل واحد بيلتزم بالحارة اللي هو ماشي فيها، ما يتخطاهاش، وما يقدرش يعمل زجزاج، يفضل يمشي من الشمال اليمين، اليمين الشمال. دي فيها تيكت على طول، هيديله مخالفة، لان بيقول له انت بتعرض حياة الاخرين للخطر. هنا هون في امريكا ممكن تخش بيت اي واحد امريكي تلاقيه عباره عن مزبله، لكن الشارع شيء مقدس، انه لازم يكون نظيف بهذا الكم الهائل. ليه؟ لسبب بسيط، لان البيت ده خاص بيك، دي حياتك الخاصه، لكن الشارع ده ملك الناس كلها، مش ملكك انت لوحدك. فلازم تحافظ على ملك الغير قبل ما تحافظ على ملكك. بيتك انت حر فيه، ده ملكك الخاص، نظيف مش نظيف ده حاجة تخصك انت، لكن الشارع يخص كل الناس، فلازم احافظ عليه من الوساخة، ما ارميش في اي حاجة، ان انا يعني على قدر المستطاع ما ارميش اي حاجة في الشارع، لان ده برضه فيها مخالفة. احترام المرور وشرط المرور ده شيء مقدس، والا هتدخل نفسك في مشاكل. الشارع دوت من اشهر الشوارع اللي موجوده في كاليفورنيا، اسمه كاتيلا. لو تفتكروا الحادثه بتاعت ابن وزيره الهجره، موجوده يعني اشارتين قبل مني، في عماره جنب مني على طول. هنا هو زي ما انتم شايفين كلها مباني جديدة على اليمين وعلى الشمال. كل دي مباني سكنية زي ما انتم شايفين، المباني في منتهى الجمال، والنخل على اليمين وعلى الشمال. ولما الدنيا تضلم هوريها لكم برضو النخل ده، حاطين فيه إضاءة حلوة جدا بتدي منظر حلو. زي ما قلت لكم دي مدينة سياحية،
فمهتمين بيها جدا ان هي تكون على اعلى مستوى من النظافة واعلى مستوى من الرقي، بحيث الزائر لما يجي ياخد انطباع كويس عنها. انا بصور هنا هون، طبعا كان عندي هنا الساعة 5 العصر، المغرب قرب يدن، فطبعا زي ما شايفين الدنيا ايه فيها غياب شوية، لكن ما شاء الله السماء صافية وحلوة. بس زي ما انتم شايفين في مرور، لان ده الوقت اللي هو بيسموه الرش اور، موظفين كتير خارجين مروحين. انا عارف ان في شباب كتير جدا في مصر بيراودهم الحلم الامريكي ان هم يهاجروا لامريكا، فانا هكون البوابة بتاعتك ان انا اوريك الحياة داخل امريكا بكل تفاصيلها، الشغل، الاكل، الشرب، السكن. هشرح لك في فيديوهات كتيرة قوي منفصلة حاجة حاجة، بحيث ان انت ايه تبقى عارف الحياة في امريكا شكلها ازاي، لان هي يعني كل واحد بيحاول، لكن هي بتبقى يعني فرص. يعني انا من هنا بقالي 20 سنة ومش عاوز اقول لك ان انا حاولت كتير، يعني يمكن حوالي 6 مرات لحد ما ربنا وفاني وجيت هنا هوت. طبعا الحياة حلوة هنا هون وسهلة وجميلة وانت اللي بايدك تقرر كل حاجة، لكن طبعا حب لمصر واهل مصر لا ينقطع ابدا، فهو في الوجدان. هي الحضارة وهي التاريخ وهي عمري اللي فات كله، رغم انا اني كنت عامل زي الرحالة سافرت كتير، لكن لا زالت مصر هي الاساس وهي الام وهي اللي في الوجدان. يعني حتى لما تتناقش مع امريكان او اي حد اجنبي هنا هون، يعني اول كلمة بيسألك what the mother home، فبكل فخر بقول لهم my mother home it's Egypt، لان انا بفخر بايجيبت. وعلى فكرة يعني مصر هنا هون ليها مردود رهيب 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 عند كل الاجانب، بصرف النظر عن الجنسيات، سواء امريكي سواء مكسيكي لاتيني اسيوي. الكلمة الهرم عندهم يعني شيء مقدس لا تتخيله، حلم بيراود الجميع، لدرجة كتير جدا لما بيشوفوا الصور بتاعته بيقول لي لا ده ما بناهوش انسان، لان دون مش يعني خارج قدرة الانسان، ده الالينت اللي هم بنوه، اللي هم الكائنات الفضائية. فانا بحاول اشرح له الطريقة اللي اتبنت بيها الاهرامات. ما فيش حاجة اسمها كائنات فضائية تيجي تبني حاجات زي ما انتم شايفين هنا. وانا على دي المنطقة ابتدينا نخش في المنطقة بتاعت الديزني لاند، ودي كلها اوتيلات على اليمين وعلى الشمال، كل دي اوتيلات لخدمة السياح اللي بيجوا لزيارة الديزني لاند. فالحلم زيارة مصر بيراود الجميع بلا استثناء، وكلهم بيحلموا باليوم اللي يروحوا فيه مصر ويزوروه. هنلاحظ برضه هنا وانا على اليمين في ناس كتير، دول كلهم اللي هم الزوار اللي بيجوا من خارج كاليفورنيا لزيارة الديزني لاند. طبعا دلوقتي ما فيش زوار كتير، لان احنا في الدراسة شغالة، دراسة جامعية او دراسة ابتدائية ثانوية، فطبعا ما فيش زوار كتير. ف كل دي كلها مناطق. ده شارع اسمه كاتيلا بيتقاطع مع شارع اسمه هاربر. ده الشارع لو دخلنا يمين هتكون الديزني لاند موجودة على شمالنا. يعني من بعد نخش يمين بعد إشارة تبتدي منطقة الديزني لاند، واخدة مربع كبير جدا، وزي ما انتم شايفين المربع كله اوتيلات على اليمين وعلى الشمال. الشارع نفسه اللي هو التقاطع اللي جاي لنا ده كله مليان اوتيلات على اليمين وعلى الشمال.
اوتيلات بكثافة كبيرة جدا عشان تقدر تخدم السياح ديت. وعايز اقول لكم الاوتيلات ديت في منها 3 ستار لحد 5 ستار، وفي نفس الوقت الاوتيلات ديت اسعارها ما هيش رخيصة، يعني بتبتدي من $200 بتوصل في بعض الاحيان في الصيف زي هايات ريجنسي لحد $1200 في اليوم. فطبعا يعني ده شيء خرافي. بس هي بتختلف. هنا برضو على الشمال هنا هوت ده موجود اللي هو الكونفنشن سنتر اللي هو مركز المؤتمرات. الجزء اللي على اليمين اللي كله شجر دوت ده الجزء الخاص بالديزني لاند من الباك. هنا هو على ايدك الشمال ده احد